العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. توسعة خطوط الكهرباء في أفعبت. الأمطار تلحق الأضرار بالمنازل والبساتين في نقفة. تواصل أنشطة التشجير في الأقليم الأوسط. مقتل 6 مدنيين في هجوم شنه متمردون بأفريقيا الوسطى. إعلان حالة طوارئ في 3 ولايات أفغانية وصواريخ تعطل مطار قندهار. وعناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق اليونان. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجري أعمال مد خطوط الكهرباء في شرق مدينة أفعبت في إطار توسيع الخدمات الكهربائية. وأوضح المشرف على العمل المهندس عند تيون تسفى مريم تركيب 48 أعمدة كهرباء ومد أسلاك بطول 1300 متر حتى الآن، ويتوقع إنهاء المشروع قريبا، مشيدا بالمشاركة الواعية للمواطنين. وأوضح السكان تقديمهم أكثر من 100 ألف نقفة إلى جانب المشاركة في العمل لأهمية إدخال الكهرباء أساسي لتطوير منطقتهم، مشيدين بأعضاء شركة الكهرباء لإنجاز العمل في وقته. ألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت لأكثر من 3 ساعات في مديرية نقفة يوم 24 من يوليو الأضرار بالمنازل والبساتين ومصادر المياه، ودمرت السيول 12 بستانا مع كامل محتوياته، وجرفت 4 أبقار و6 دواب، وانهيار 12 منزلا ودمار ممتلكات أخرى. وخربت السيول طرق نقفة أفعبت ونقفة أقرع رورة. ودعا المزارعون إلى العون العاجل لتدمير سيول المجاري التحويلية والآبار وقنوات الري. جرت يوم أمس 31 من يوليو أنشطة نفير في بيت قرقيس وماي دمنت في الأقليم الأوسط بمشاركة الشعب ومختلف المؤسسات للتشجير وإصلاح مجاري المياه. ونفذ في النفير الذي شاركت فيه جمعيات النضال والفرقتين العسكريتين 59 و84 وشركتي موسى علي وساوى للإنشاءات أعمال بناء المدرجات والتشجير. وقال خبير التشجير وحماية الحياة البرية سيد ميكائيل أبراهام بناء المدرجات في مساحة 2.5 هكتار وقرص 3000 شجرة في النفير الذي شارك فيه 2600 شخص. وأوضح أن معظم الأشجار المغروسة هي أشجار البن، بالإضافة إلى أشجار الزيتون والصنوبر وغيرها من الأشجار المستوطنة. وأكد المشاركون في النفير العمل لإنجاح الحملة الخضراء التي تنتظم البلاد لفوائدها الكبيرة، منادين لرعاية الأشجار المغروسة لضمان نموها. استشهد يوم 29 من يوليو المناضل محمد حدوق عضو القيادة الغربية في وزارة الدفاع جراء مرض ألم به عن عمر 73 عاما. التحق المناضل محمد حدوق بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وصولا إلى قائد سرية. والمناضل محمد حدوق حامد أب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه ثرى ظهر يوم 30 من يوليو في مقبرة الشهداء في مدينة قندع. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل محمد حدوق حامد، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه.
فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مقتل 6 مدنيين على الأقل بعد هجوم شنه متمردون على قرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تشاد والكاميرون. وقال المتحدث باسم البعثة العقيد عبد العزيز فال قد شن عناصر من مجموعة العودة والمطالبة وإعادة التأهيل هجوما واسع النطاق على مواقع القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى في قرية مان على بعد أكثر من 550 كيلومترا من بانجي، وسيطروا عليها مؤقتا. وأوضح مقتل 6 مدنيين وسقوط عدد من الجرحى، وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة، لافتا إلى أن القبعات الزرقاء يسيرون دوريات في القرية ومحيطها. وكانت الأمم المتحدة ومصادر أمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى أعلنت إصابة جندي من القبعات الزرقاء بجروح ومقتل جندي من جيش هذا البلد في هجوم شنه متمردون مساء الاثنين على مواقع عسكرية تقع على بعد 900 كيلومتر شرقي العاصمة بانجي. قال متحدث باسم القوات الأفغانية إن بلاده أعلنت حالة طوارئ في ولايات قندهار وهلمند جنوب وهرات غرب بسبب القتال مع قوات حركة طالبان، فيما قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن حكومته تعمل على خطة عسكرية واضحة لصد هجمات طالبان، وإن الأخيرة لا تريد السلام وإنما استسلام الحكومة لها. وأضاف المتحدث باسم القوات الأفغانية أن الأخيرة تعمل على تعزيز مواقعها في الولايات الثلاثة التي أعلنت فيها حالة طوارئ والتي تشهد مواجهات متصاعدة في الأيام القليلة الأخيرة. وقد سقطت 3 صواريخ على مطار قندهار في وقت تدور معارك بين حركة طالبان والقوات الأفغانية بمحيط المدينة، وأدى القصف لتعطيل حركة المطار. ويأتي هجوم على المطار في وقت تسعى فيه طالبان للسيطرة على مدينتين في إقليم هيلمند. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن قوات بلاده صدت هجمات مسلحي طالبان على لشكركاه وقندهار وهرات. يعمل نحو 300 عنصر إطفاء وطائرتان لقذف المياه و5 مروحيات على إخماد حريق قابات في اليونان دمر حتى الآن نحو 20 منزلا وأصاب 8 أشخاص بجروح وفق السلطات. وأفاد جهاز الإطفاء بأنه تم إخلاء 5 قرى ونقل 8 أشخاص إلى المستشفيات إثر معاناتهم حروقا ومشكلات تنفسية منذ اندلاع الحريق قرب باتراس في بيلابونيز على مسافة 210 كيلومتر غرب أثينا. وتعصف موجة حر بالبلاد إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و 44 درجة مئوية وفق الأرصاد الجوية. وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية أن فرق الإطفاء تعمل جاهدة لإخماد ألسنة اللهب لليوم الرابع، حيث ارتفع عدد القتلى جراء حرائق القابات التي اجتاحت جنوب البلاد إلى 6. وأسفرت حرائق القابات منذ اندلاعها عن إصابة أكثر من 300 شخص، ودفعت السلطات إلى إخلاء القرى والفنادق. هذا وقال رجال الإطفاء في إيطاليا إنهم يكافحون لليوم الثاني على التوالي من أجل إطفاء حرائق القابات في صقلية والتي وصلت إلى بلدة كاتانيا، مما أجبر الناس على مغادرة منازلهم وإغلاق المطار المحلي مؤقتا. والخبر الأخير في هذه النشرة: تسببت موجة من الغيظ في غرينلاند مع حرارة أعلى ب10 درجات من المعدلات الموسمية بذوبان شديد للصفحية الجليدية في المنطقة هذا الأسبوع، وفق ما كشف علماء جليد. وذابت الصفحية الجليدية التي تغطي المنطقة الشاسعة في القارة القطبية الشمالية بمعدل 8 مليارات طن في اليوم
أي ضعف المتوسط المسجل عادة خلال فصل الصيف. وقد سجلت حرارة غير اعتيادية في المنطقة تتخطى 20 درجة مئوية، وبلغت مستويات قياسية في شمال غرينلاند في الأيام الأخيرة وفق المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية DMI. وتسببت موجة الغيظ هذه التي طالت أيضا جزءا كبيرا من أنتاركتيكا المترامية الأطراف بذوبان متصارع للصفحية الجليدية. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. توسعة خطوط الكهرباء في أفعبت. الأمطار تلحق الأضرار بالمنازل والبساتين في نقفة. تواصل أنشطة التشجير في الأقليم الأوسط. مقتل 6 مدنيين في هجوم شنه متمردون بأفريقيا الوسطى. إعلان حالة طوارئ في 3 ولايات أفغانية، وصواريخ تعطل مطار قندهار. وعناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق اليونان. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.